معاكم أستاذة عصام. هنبدأ السكشن الرابع لاقتصاد ومجتمع ريفي، طرق قياس العلاقات الاجتماعية. هنستخدم الطريقة السيستومترية هندرسها. تمام، امتى ظهرت الطريقة السيستومترية وايه هي الطريقة السيستومترية؟ هناخد الأول ان الطريقة السيستومترية بتعني ايه أصلا؟ بتعني القياس الاجتماعي، حيث تتكون الكلمة من مقطعين. عندنا مقطع السيسيو دي بتعني اجتماعي، والمقطع الآخر اللي هو المتري بتعني القياس، معناه القياس الاجتماعي. تمام، ايه هي بقى مزايا الطريقة السيستومترية؟ ليه أنا الطريقة السيستومترية دي اتعملت؟ هستفاد ايه من دراستها؟ هستفاد 5 حاجات. أول حاجة هي وسيلة عملية لقياس العلاقات الاجتماعية، سواء كانت بقى العلاقات الاجتماعية بين فرد وآخر، أو بين فرد وجماعة، أو بين جماعة وأخرى. قياس مكانة الفرد في الجماعة التي ينتمي إليها. هشوف إن كان الفرد ده فرد نجم محبوب من أفراد جماعته، ولا فرد منبوذ، ولا إيه. هنشوف كل مكانة كل فرد في الجماعة، وهشوف مدى تماسك الجماعة وضعفها على حسب العلاقات وقياس مكانة كل فرد. هشوف إن كانت الجماعة دي متماسكة ولا ضعيفة تقدر تتفكك بسرعة. تمام، ولما أقيس مدى تماسك الجماعة وافرض مثلا لقيتها ضعيفة، محتاجة أقيس كمان إمكانية استمرار الجماعة. إن كانت الجماعة دي ينفع تستمر، أقدر أجيب لها خطة وتقدر تمشي على الخطة دي وتستمر، ولا هي ميؤوس منها خلاص الجماعة دي هتتفكك. 5 حاجة بتعتبر من الطرق المفيدة في اكتشاف القيادات. وعن طريق قياس مكانة الفرد في الجماعة هكتشف مين الفرد القائد، مثلا الفرد المؤهل لقيادة الجماعة دي، وهكذا. ايه هو بقى شروط الاختبار السيسيومتري؟ عندنا 6 شروط للاختبار السيسيومتري. أول واحد، أن يتم الاختبار في جماعة صغيرة محددة المعالم، وللفرد يبقى ليه كامل الحرية في الرفض أو اختيار أي شخص هو عايزه من أفراد جماعته دون التقيد بعدد معين. ولو كان يعني الشائع من الأفراد اللي عادة بيختاروا الأفراد المختارين أو المرفوضين بيبقى من 3 ل 5 أفراد، ولكن هما مش هيحددوا لنا حاجة. عادة يقولك ايه، اختار اللي انت عايزه وارفض اللي انت عايزه. وطبعا عشان اختار وارفض اللي انا عايزه لازم يبقى فيه سرية الاختبار، عشان لو ما كان الاختبار ده علني هيحصل ايه؟ هيحصل اللي هو ايه، انحياز مثلا الصديق على حسب علاقاتك، مش على حسب ايه الأولوية الأهلية، على حسب علاقاتك انت هتختار. عشان ما تزعلش مثلا اخويا مترشح، لا هيزعل لو انا اخترت حد تاني، رغم ان انا عارف ان اخويا ده مش مؤهل للقيادة او مش مؤهل ان انا اختاره يعني. ماشي، ان يتم الرفض او الاختيار بالنسبة لصفة او خاصية معينة. مثلا انا حددت لك ان الاختيار ده الاختبار السيستومتري هتختار على حسب درجة التفضيل، يبقى انا كده هرفض او اختار لخاصية او صفة معينة. ايه الخاصية والصفة دي؟ اللي هي التفضيل. انا هرفض الشخص ده، هترفضه ليه؟ عشان انا مش بفضله، انا بكرهه، وهكذا على حسب بقى الصفة اللي بيحددها لك صاحب الاختبار. رقم 4، استخدام نتائج الاختبار السيسيومتري في اعادة تنظيم الجماعة. زي ما احنا قلنا، لو كانت مدى التماسك ضعيف، تماسك الجماعة ده ضعيف، هعمل خطة لإعادة تنظيم الجماعة اللي بيساعدنا على تحقيق أقصى قدر من التوافق والانسجام، وبيساعد على زيادة تماسك الجماعة. رقم 6، التأكد من أن أفراد الجماعة فهموا جيدا طريقة الإجابة على الأسئلة. طبعا ممكن الجماعة دي ما تبقاش جماعة حضرية، ممكن تبقى جماعة في الريف، فلازم أفهمهم طريقة الاختبار، طريقة الإجابة على كل سؤال، وهكذا. ايه هي بقى طريقة اجراء الاختبار السيسيومتري؟ بعمل الاختبار السيسيومتري على 4 مراحل. اول مرحلة هي الاسئلة السيسيومترية، هديك اسئلة وانت هتجاوب عليها في الورقة اللي احنا هنديها. تاني حاجة، هحلل البيانات الاختبار السيسيومتري، اخد الورقة دي بقى واحلل بيانات كل واحد اللي كاتبه في الورقة. تحليل بيانات الاختبار السيسيومتري بتتم على مرحلتين. اول واحدة هي تفريغ البيانات،
تاني واحدة هي عمل رسم توضيحي لشكل العلاقات الاجتماعية. الرسم التوضيحي ده ممكن اسميه السوسيوجرام. بعد ما خلاص حللت البيانات هعمل تفسير للبيانات السوسيومترية. رقم 4 هي حساب الدرجات والمعاملات السوسيومترية. تمام، هنبدأ بأول واحد هي الأسئلة السوسيومترية. بتعتمد الأسئلة دي على طلب الباحث لكل فرد من أفراد الجماعة. زي مثلا وبتبقى عادة يعني بتبقى بالنسبة لصفة ما، زي ما قلنا صفة أو خاصية معينة، زي مثلا اذكر أسماء التي تميل إليهم، اذكر أسماء التي لا تميل إليهم، وهكذا. طب تعالى ناخد مثال عشان نفهم أكتر. بيقول لي تم سحب عينة قوى 112 طالب وطالبة من طلبة وطالبات قسم المجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة عين شمس في نهاية الفصل الدراسي، ووزعت عليهم بطاقات كتب عليها ميل. بعد انقضاء عام جامعي كامل تم خلالها ممارسة أنشطة متعددة مع زملائك. نريد منك في ضوء ما تم بينك وبينهم من علاقات أن تحدد 3 أسماء، يعني حدد لي عدد الأشخاص اللي أنا هختارهم. قال لي هم 3 أسماء من الزملاء أو الزميلات التي تريد أن تشاركهم في الأنشطة المستقبلية، بحيث تكون هذه الأسماء مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة تفضيلك لهم. يبقى قال لي الصفة هي إيه؟ الصفة هي درجة التفضيل. أنت هترتب الأسماء دول تنازليا، هم اختار لي 3 بس، يعني مسابليهاش مفتوحة. قال لي هم 3 بس، هتكتبهم في الورقة على حسب درجة تفضيلك لهم. تمام، يبقى انا كده خلاص كل واحد كتب اجابته في ورقته. عايزه بقى احلل البيانات اللي موجوده في الورق ده كله، ما هو العدد كبير بقى، ما بيقول لك قسم المجتمع الريفي وفي كليه الزراعه، فالعدد هيبقى كبير، يعني مش كبير قوي صغير قوي، يعني ما علينا. تحليل البيانات، الاختبار السوسيومتري. انا خلاص جمعت الورق بتاع كل طالب، وعايزه بقى احللها بطريقه مبسطه عشان بعد كده ايه اعرف اجمع البيانات واجيب منها العلاقات الاجتماعية بين كل فرد وآخر. ماشي. أول خطوة احنا قلنا تحليل البيانات بيتم على خطوتين. أول خطوة فيهم هي تفريغ البيانات، وذلك بتفريغ الاختيارات الواردة في البطاقة وتوزيعها في الجدول. اللي هو الجدول اللي قدامي ده، بطلق عليه ايه؟ بطلق عليه جدول تفريغ الاختبارات السوسيومترية أو مصفوفة العلاقات الاجتماعية، كما هو موضح في الجدول التالي. بس هنا قال لي المثال اللي مديهولي الجدول اللي قدامي ده، قال لي ان كل فرد اختار شخص واحد بس، ده بسميها مصفوفة بسيطة. زي مثلا الفرد 1 اختار الفرد 4، الفرد 2 اختار الفرد 6، وهكذا. طب لو لاحظت ان الفرد 6 كده اختاروا 4، اهو اللي اختاروه مين؟ 4، وده اكبر عدد من الموجودين كلهم. معنى كده ان الفرد 6 ده شخص يعتمد عليه، والشخص اللي يعتمد عليه ده بسميه الشخص الناجم. تمام. الخطوة الثانية هي عمل رسم توضيحي لشكل العلاقات الاجتماعية. الرسم التوضيحي ده قلنا ممكن نرمز ليه او نقول عليه السوسيوجرام. بيقول لي إذا رمزنا لكل طالب بدائرة تحمل رقمه، ورمزنا للاختيار بخط يصل ما بين كل طالبين، يبقى احنا قلنا الطالب هنرمز له بدائرة زي دي، والاختيار برمز له بخط. طب واتجاه الاختيار برمز له في سهم في نهاية الخط. زي مثلا 1 اختار 4، مش 4 ولا اختار 1. طب انا عرفت ازاي؟ عن طريق السهم اللي موجود. تمام. وبيقول ان اللي قدامي دي السوسيوجرام اللي قدامي ده هو تم رسمه على حسب مصفوفة العلاقات الاجتماعية البسيطة. مصفوفة العلاقات الاجتماعية البسيطة اللي هي قلنا بنختار فيها فرد واحد بس، ولا توجد طريقة معينة لرسم السوسيوجرام، لكن هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على خبرة الباحث. بعد ما خلاص حللنا البيانات وعملنا كل السوسيوجرام وعملنا مصفوفة العلاقات الاجتماعية، هناخد بقى مصفوفة العلاقات الاجتماعية والسوسيوجرام عشان نفسر البيانات السوسيومترية. يمكن الحصول على معلومات هامة بتعكس البنية الداخلية للجماعة. عن طريق بقى مصفوفة العلاقات الاجتماعية والسوسيوجرام هعرف اخد معلومات بتعكس البنية الداخلية للجماعة. طب انا هستخدمها في ايه المعلومات الهامة دي؟ هستخدمها في 4 حاجات، اللي هو العلاقات المركزية، العلاقات المتتابعة،
العلاقات الدائرية والعلاقات المنفردة. تمام، هنبدأ بأول حاجة وهي العلاقات المركزية. بيقول لي كما هو الحياة في اختيار الجماعة. الجماعة كلها في العلاقات المركزية الجماعة كلها تختار فرد واحد بس. زي مثلا عندنا الشكل اللي قدام ده، الفرد واحد وهنا كان في 6، فرد واحد و6 و9 و10 كلهم اختاروا 4 بس. معنى كده ان 4 ده المركز، وطالما عندنا فرد واحد كمركز اختاروا افراد الجماعة كلهم، معنى كده ان العلاقة دي علاقة مركزية. طب والفرد اللي في المركز ده بطلق عليه النجم. الفرد اللي في المركز ده بطلق عليه النجم عشان هو بيتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد الجماعة، هو محبوب بين أفراد الجماعة عشان هم كلهم أو معظمهم اختاروه. تمام، تاني حاجة بقى العلاقات المتبادلة. يتبادل الاختيار بين فردين. طب افرض العلاقات المتبادلة دي انتشرت وكل شخص في الجماعة بقى بينهم علاقة، كل شخصين في الجماعة بقى بينهم علاقة متبادلة، ايه اللي هيحصل او ايه النتيجة المترتبة على كده؟ هيحصل ضعف في تماسكها الداخلي، هيحصل ضعف في التماسك الداخلي للجماعة عشان كل اتنين بس هيبقى ما بينهم علاقة، انما بقيتهم ما بيرتبطوش ببعض في اي حاجة. زي مثلا عندنا في الكلية انا وصاحبتي بس اللي مصاحبين بعضين، وكل واحد في الكلية مصاحب اللي جنبه بس. معنى كده ايه؟ ان العلاقات هتضعف، كل واحد عارف اخبار اللي جنبه بس. ثالث واحدة العلاقات الدائرية. بيقول لي العلاقات الدائرية دي هي علاقة بتبدأ من فرد وبتنتهي بنفس الفرد. يعني ايه؟ يعني العلاقة دي بدأت ب4 وبعد كده 4 راح ل6 اختار 7 و7 اختار 10 و10 اختار 4، يبقى بدأت ب4 وانتهت ب4. رقم 4 العلاقات المنفردة. العلاقات المنفردة اللي هو فرد اختار ولكن محدش اختاره، يعني فاهمين ان هو فشل في اجتذاب الاخرين، هو اختار حد تاني ولكن محدش اختاره. معنى كده ان هو ايه؟ ان هو فرد مش مهم بيتجاهلوه، زي الفرد 2 زي الفرد 11 زي الفرد 12 زي الفرد 8، كلهم اختاروا 6 ولكن محدش اختارهم عشان هم ايه؟ فشلوا في اجتذاب الاخرين نحوهم. تمام، خلصنا كده تفسير العلاقات الاجتماعية. رقم 4 حساب المعاملات السوسيومترية. عندنا 3 معاملات المعاملات السوسيومترية. أول حاجة هو معامل انتشار العلاقات الاجتماعية، تاني حاجة معامل استمرار الجماعة، تالت حاجة معامل التماسك الداخلي. هنبدأ بأول حاجة وهو معامل انتشار العلاقات الاجتماعية. بستخدم معامل انتشار العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة. ليه بستخدمه؟ اللي أنا هستفاده منه عشان أكشف عن خصوبة التفاعل الاجتماعي. التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ده قوي ولا ضعيف؟ على حسب يبقى ده بسميه خصوبة التفاعل الاجتماعي. تمام، فإذا طلب من كل فرد من أفراد الجماعة اختيار من يشاء من زملائه. أنا لو طلبت من كل فرد من أفراد الجماعة اختار اللي أنت عايزه من زملائك، طبعا لازم يكونوا من بين أفراد قبيلتك، وبعد كده حددت نسبة مئوية للانتشار. هحددها ازاي بقى النسبة المئوية للانتشار دي؟ هحددها بمجموع العلاقات الواقعية اللي أنا رصدتها في مصفوفة العلاقات في مصفوفة الاختبار السوسيومتري. يعني أنا عملت لهم الأول لما طلبت من كل فرد إن هو يختار من يشاء، ده كده عملت لهم اختبار سوسيومتري. أول حاجة هديهم الأسئلة السوسيومترية اللي هو على حسب اللي أنت بتحبه. هم جاوبوا، خدت منهم الأوراق بتاعتهم وعملت إيه؟ عملت مصفوفة اختبار سوسيومتري، وعن طريق مصفوفة الاختبار السوسيومتري هجيب المجموع العلاقات الواقعية، وبعد كده هقسمها على النهاية العظمى لتلك العلاقات ثم ضرب النتيجة المتحصل عليها ب100. يبقى احنا عرفنا ان انا هجيب ان النسبة المئوية للانتشار بتساوي العلاقات الواقعية، مجموع العلاقات الواقعية على النهاية العظمى لتلك العلاقات في 100. طب انا عارفة انا جبت العلاقات الواقعية من مصفوفة الاختبار السوسيومتري. طب النهاية العظمى لتلك العلاقات بجيبها منين؟ قال لي ان النهاية العظمى لتلك العلاقات بتختلف داخل الجماعة باختلاف عدد افرادها. هي بتختلف على حسب ايه؟ على حسب عدد الافراد. فنفرض ان لو الجماعة مكونة من فردين،
فتكون النهاية العظمى بين أفرادها إيه؟ علاقتين. مجموع النهايات العظمى للعلاقات هي علاقتين. طب لو هي مكونة من 3 أفراد، بتكون النهاية العظمى لمجموع العلاقات العامة بين أفرادها هي 6 علاقات. يقصد إيه مثلا يقول لي فردين تبقى علاقتين؟ يعني يقصد إن هو أقصى العلاقات ممكن تتكون، زي مثلا 1 و2، مش هما فردين اهمت؟ أدي كده علاقة من 2 ل1، 2 هو اللي اختار 1، وممكن تبقى علاقة من 1 ل2، وكده إيه أقصى عدد من العلاقات. ده اللي يقصده، أقصى عدد من العلاقات بين فردين هما 2، أقصى عدد من العلاقات بين 3 أفراد هما 6 علاقات، وهكذا أقصى عدد من العلاقات في 4 أفراد هما 12 علاقة. طب أنا عايزة قانون ثابت. قالك مفيش مشكلة، جابلك إن القانون بيساوي عدد الأفراد في عدد الأفراد ناقص 1. عدد الأفراد ده هرمز له بنون، فبالتالي هتبقى إيه؟ تبقى نون في نون ناقص 1. زي مثلا تعالى ناخد مثال كده. نون هو قال لي تعالي ناخد ال4 أفراد، 4 في 4 ناقص 1، يعني كده ايه 4 في 3، 4 في 3 ب12، يبقى ايه كده تمام. وبناء عليه اقدر احسب معامل انتشار العلاقات الاجتماعية، واللي هو مجموع العلاقات الواقعية وبجيبها من مصفوفة الستيومترية على مصفوفة العلاقات الاجتماعية على نون في نون ناقص 1 على في 100. تمام. هو بيقول لي اهو مثال، بيقول لي اذا بلغ مجموع العلاقات الواقعية لجماعة رباعية 9 علاقات، بيقول اللي يبقى العلاقات الواقعية 9. أنا عرفت عدد الأفراد إزاي؟ بيقول لي جماعة رباعية. يقصد بإيه جماعة رباعية؟ ما يقصد بكده إن عدد أفرادها 4. فبالتالي هحط 9 في البسط عشان هي العلاقات الواقعية بتساوي 9. بعد كده أقسم أجيب النهاية العظمى للعلاقات، وهي بتساوي نون في نون ناقص 1، اللي هو 4 في 4 ناقص 1 هتساوي 75%. رقم 2 هو معامل استمرار الجماعة. ايه هستفاد ايه من قياس معامل استمرار الجماعة، او ايه اللي بيقيسوا معامل استمرار الجماعة؟ بيقيس مدى استمرار عضوية الافراد في الجماعة. لحد امتى الافراد دول هيفضلوا مستمرين في الجماعة. ومن ثم فإن كثرة التغيير وتبديل أفراد الجماعة، كثرة تبديل أفراد الجماعة واستبدال القدامى بأعضاء جدد هيساهم في ضعف استمرار الجماعة، ولقد وضع هارتشون معادلة لقياس مدى استمرار الجماعة بتعتمد على معرفة عدد أفراد الجماعة قبل التنفيذ وبعد التنفيذ وعدد الأفراد الذي قاموا بالتغيير. يبقى ايه هو الأساس لمعادلة هارتشون؟ هو قالك بتعتمد معادلة هارتشون على 3 حاجات. أول حاجة عدد أفراد الجماعة قبل التنفيذ، عدد أفراد الجماعة بعد التنفيذ، وعدد الأفراد الذين قاوموا التغيير. يبقى بمعنى كده إن معامل استمرار الجماعة بيساوي إيه؟ بيساوي 2 في عدد الأفراد الذين قاوموا التغيير على عدد الأفراد بعد التغيير زائد عدد الأفراد قبل التغيير في 100. طب ماشي، برمز لها بإيه؟ بعدد الأفراد الذين قاوموا التغيير. نون بعدد الأفراد بعد التغيير. قاف عدد الأفراد قبل التغيير. يبقى معامل استمرار الجماعة 2 س على قاف زائد نون في 100. تمام. بيقول لي مثال، إذا بلغ عدد أفراد الجماعة ما قبل التغيير 6، ما قبل التغيير يبقى قاف بتساوي 6. ثم فقدت الجماعة عضوين من أعضائها وقاوم 4 أفراد، يبقى عدد الأفراد الذين قاوموا التغيير س بتساوي 4. وتمسكوا بعضويتهم ثم انضم إلى الجماعة 6 أفراد. معنى كده إن عدد الأفراد بعد التغيير اللي هو نون بيساوي كام؟ إحنا عندنا انضم 6 أفراد جدد للجماعة و4 قاوموا التغيير وفضلوا في الجماعة. معنى كده إن أنا هعمل 6 زائد 4 بتساوي 10. والقانون بتاعنا بيقول إيه؟ القانون بتاعنا بيقول 2 س على نون زائد قاف في 100. نون في 4 ماشي بتساوي 4 على 2 في 4 قصدي على 2 نون اللي هو 10 زائد 6 اللي هي قاف في 100.
تمام. رقم 3 بقى والأخيرة هو معامل التماسك الداخلي مع زيادة العلاقات الاجتماعية الموجبة. يبقى هي بتعتمد على العلاقات الاجتماعية الموجبة اللي بتدور في المحيط الداخلي للجماعة، هيزداد التماسك. يبقى لو العلاقات الاجتماعية الموجبة ازدادت، هيزداد تماسك الجماعة. ده طبعا لو في المحيط الداخلي للجماعة، يعني بين أفراد القبيلة وبعضها. طب لو تبعثرت العلاقات وتشتتت واتجهت نحو جماعة خارجية، لو أفراد الجماعة اتجهوا نحو فرد خارجي وزادت العلاقة ما بينهم وبين فرد خارجي، هيؤدي إلى ضعف التماسك الداخلي. ومع تزايد العلاقات الموجبة التي يكون مصدرها الجماعة الخارجية، طب لو جماعة خارجية بقى هي اللي قربت وزادت علاقتها مع أفراد الجماعة، ده أدى إلى زيادة سعة التماسك. يبقى عندي 3 حاجات. أول حاجة زيادة التماسك مع زيادة العلاقات الاجتماعية في المحيط الداخلي للجماعة، يعني بين أعضاء الجماعة وبعضهم. ضعف التماسك لو كان في علاقات داخلية خارجية، يعني بتتجه نحو جماعة خارجية، من أفراد الجماعة إلى جماعة خارجية. طب وإمتى بتزداد سعة التماسك؟ لو زادت العلاقات الموجبة اللي بيكون مصدرها جماعة خارجية إلى جماعة داخلية، إلى أفراد الجماعة الداخلية، اللي هو بسميها خارجية داخلية. ومن اللي احنا قعدنا نقوله ده كله، ممكن نصنف العلاقات الموجبة اللي بتأثر تأثيرا مباشرا في تماسك الجماعة إلى: عندنا داخلية وقلنا بتؤدي إلى تزايد تماسك الجماعة. عندنا داخلية خارجية بتؤدي إلى ضعف التماسك الداخلي للجماعة. وعندنا خارجية داخلية اللي بتؤدي إلى ازدياد سعة التماسك. تمام. بيقول لي هنا إن معامل تماسك الجماعة بيساوي م في د زائد ل على ن في ي، اللي هو ممكن نقول عليه بيساوي عدد أفراد الجماعة الخارجية في العلاقات الداخلية زائد العلاقات الخارجية الداخلية على عدد أفراد الجماعة الداخلية في العلاقات الداخلية الخارجية، حيث م بترمز لعدد أفراد الجماعة الخارجية، د بترمز للعلاقات الداخلية ول بترمز للعلاقات الخارجية المتجهة للداخل، ون بترمز لعدد أفراد الجماعة الداخلية، وهي بترمز للعلاقات الداخلية المتجهة للخارج. وهنا بقى عندي لما يديك مثال بيديلك كل المعطيات، انت محتاج بس تحفظ القانون وتعوض تعويض مباشر جدا، سهل جدا خالص. طب انا طلع لي الناتج 8/10، معنى كده معنى كده ان معامل التماسك الداخلي ضعيف. طب ايه اللي خلينا اقول ان هو ضعيف؟ عشان 8/10 دي هي اقل من الواحد الصحيح، وبالتالي في خطورة على تماسك الجماعة، حيث ان انا بفترض في الحالة دي ان الفرد الخارجي اللي بتتجه نحو العلاقات الداخلية، مش احنا قلنا طالما قلنا ان التماسك ضعيف، معنى كده ايه الحاجة اللي بتؤدي الى التماسك الضعيف؟ وجود علاقات داخلية خارجية، اللي هو علاقات افراد الجماعة الداخلية بيعملوا علاقات لافراد من جماعة خارجية. قال لي ان العلاقات الفرد الخارجي اللي بتتجه نحو العلاقات الداخلية الخارجية قد يصبح في وقت ما منطقة نفوذ بيهدد الجماعة، يعني انا المفروض كده اقطع العلاقات مع الفرد الخارجي ده. وخلص سكشننا وبالتوفيق.